السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا طلاب المرحلة الإعدادية. النهارده ميعادنا مع أقوى حلقة في الكورس التأسيسي للمرحلة الإعدادية، حلقة تكوين السؤال. ليه يا مستر هي حلقة تكوين السؤال حلقة مهمة؟ لأن كلنا بنغلط في سؤال المحادثة وبنغلط إزاي نعمل سؤال. خليك معايا مش هتغلط أبدا. علشان تعرف تكون السؤال صح يا بطل لازم تشوف الإجابة إيه. ليه؟ لأن إحنا عندنا نوعين من الأسئلة. في أسئلة اسمها yes or no questions. يعني إيه يا مستر؟ يعني الأسئلة دي هتلاقي فيها yes و no. وفي أسئلة مش هتلاقي فيها يس ولا نو، دي في اللحظة دي هنسأل بطريقة أداة الاستفهام. ده في حالة إني ما لاقيش لا يس ولا نو في الإجابة. طالما ما لقيناش يس ونو في الإجابة هندور على أداة استفهام وهنتعرف على أدوات الاستفهام بعد شوية. إنما لقيت يس أو نو في الإجابة أنت هتعمل سؤال اسمه طريقة يس اور نو كويستشنز، وفي السؤال ده انت بتبدأ بحاجة اسمها الفعل المساعد. علشان نتعامل صح بقى ركز معايا، هناخد النوع الاول اللي هو اسئلة yes or no questions. بص يا بطل، yes or no اما الاقي في الاجابة كلمة yes او كلمة no، المستر قال دور على فعل مساعد تبدأ بيه. فعل مساعد يعني ايه يا مستر فعل مساعد؟ لا ده احنا خدناها في اول حلقة. الفعل المساعد في اللغة الإنجليزية يا جماعة نوعين. في نوع بنسميه مرئي أو ظاهر، وده بيبقى موجود قدام عين حضرتك في الجملة. الفعل المساعد المرئي أو الظاهر أنت لازم تكون عارفه زي ما أنت عارف أصحابك كده. بتدور في الجملة على am، على is، على are، على was، على where، على will، would، can، could، shall، should، may، must، has أو have أو had، بس بشرط إن يكون وراهم past participle. دول الأفعال المساعدة اللي تدور لي عليهم أول ما تلاقي في الإجابة بتاعتك يس أو نو. هتمشي يس ونو زي ما هدربك دلوقتي وتدور على فعل واحد من دول. am، is، are، was، where، will، would، can، could، shall، should، may، must، has، have، had، ولازم يكون وراهم تصريف ثالث. دول الثلاثة دول has وهاف وهاد لازم يكون بعدهم تصريف ثالث عشان تعتبرهم فعل مساعد. طب يا مستر معلش اديني مثال. بص معايا يا بطل الجملة دي. اما يجيب لي جملة مثلا يقول لي yes he is a doctor. yes he is a doctor. يا مستر هنا فعلا في الإجابة لقيت يس ونو. أنا عاوز أعمل عليها سؤال صحيح. أعمل إيه بقى؟ أول حاجة لازم أحذف يس أو نو. هنمشي يس. شكرا أنت كده جيتي عرفتيني إن أنا في سؤال اسمه سؤال يس أور نو، وفي السؤال ده ببدأ بفعل مساعد. فين الفعل المساعد هنا؟ دور كده. he is a doctor. المستر قال is. نرجع كده للصفحة اللي فاتت. شايف is من الأفعال المرئية، الفعل المساعد المرئي اللي بيبقى الراجل عطولي في الجملة وظاهر، يبقى هو ده اللي أنا هستخدمه. هنعمل مقص بقى. هنبدأ بإس في الأول، يبقى هقول is، وآدي هي يبقى is he a doctor. طب يا مستر is مش معناها يكون بس في أول الجملة أما تبدأ بيها يبقى معناها هل. كل الأفعال المساعدة المرئية اللي أنا كتبتها لك دي أول ما تيجي في أول الجملة يبقى معناها هل. طيب تعال نشوف مثال تاني. أما يديني مثلا جملة زي دي كده يقول لي yes they are playing tennis. أيوة هما بيلعبوا التنس. بص كده حضرتك بقى إزاي تعمل سؤال على الجملة اللذيذة دي. بنعمل إيه يا مستر؟ بنمشي يس. حلو. وبندور على الفعل المساعد المتاح في الجملة. are هنا فعل مساعد، يبقى إذن لازم أبدأ به الجملة. لازم يا مستر؟ لازم. طالما في yes or no لازم 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 تبدأ بفعل مساعد. يبقى are they playing tennis؟ هل هم يلعبون التنس؟ طيب لما الاقي بقى نو
اما يجي لي جمله زي دي فيها كلمه نو، يقول لي نو he wasn't at school، يعني لا هو ما كانش في المدرسه yesterday بالامس. ازاي يا بطل تعمل سؤال؟ اسمع بقى معايا وركز. هنمشي نو، بس نو قالت انا ما بمشيش لوحدي، باخد معايا نوت. نو بتاخد معاها نوت، نو بتاخد معاها نوت. طيب حلو جدا، اصبح الفعل المساعد اسمه واز اهو، يبقى هبدا به الجمله، يبقى هقول was he at school، was he at school yesterday، هل هو كان في المدرسة بالأمس؟ يبقى أنت كده عملت سؤال صحيح. was he at school yesterday، بس احنا مشينا مين يا شباب؟ مشينا نو ونوت. ناخد مثال آخر. لما يجيب لي مثلا جملة يقول لي no they can't drive a car، يعني لا هم مش بيقدروا يسوقوا سيارة. يبقى تعالى بقى نعمل سؤال يا بطل كده، همشي نو وهمشي نوت، همشي نو وهنمشي معاها كمان نوت. تمام، يبقى أصبح الفعل المساعد هو كان بس، هبدأ به الجملة يبقى كان they drive a car، كان they drive a car. يبقى أنت كده عرفت تعمل سؤال باستخدام الفعل المساعد في حالة إنه يبقى مرئي. طيب في أوقات بقى الراجل بيديني جمل الفعل المساعد فيها مش موجود، يعني مثلا يقول لي yes he plays football، ايوه هو بيلعب كرة قدم. اعمل السؤال ازاي يا مستر؟ عادي، المستر قال بنمشي يس، تمام، بندور هنا على الفعل المساعد ما لقيناش، لا لقيت ام ولا از ولا ار ولا واز ولا وير ولا كان ولا كود ولا ويل ولا وود ولا شال ولا شود، ولا لقيت اي فعل مساعد من دول موجود. الجمله ما فيهاش ولا واحد من دول. في اللحظه دي بقى ده النوع الثاني يا بطل من الافعال المساعده، بنسميه فعل مساعد غير مرئي او غير ظاهر. غير مرئي او غير ظاهر، يعني ما عنديش فعل مساعد من دول، اعمل ايه؟ اتصرف، هات لي فعل مساعد. طب اجيب منين يا مستر؟ اسمع بقى معايا، قال لك لو ما فيش فعل مساعد من دول موجود قدامك حل تاني، ان انت تبدا بكلمه does، او تبدا بكلمه do، او تبدا بكلمه did، ودول برضو في اول الجمله معناهم هل. does ودو ودid. does بنستخدمها لما بلاقي الفعل الاصلي في الجمله اخره اس. دو بستخدمها لما الاقي الفعل الاصلي في الجمله جاي فعل في المصدر. did بستخدمها لما الاقي الفعل الاصلي في الجمله فعل ماضي. خلي بالك معايا، تبص على فعل الجمله، لو لقيته في اخره اس ابدا بداز، لو لقيته فعل في المصدر ابدا بدو، لو لقيته فعل في الماضي ابدا بدد. طيب تعالى نرجع للجمله اللي احنا كنا كاتبينها كده. انا مشيت يس، دورت يا مستر على جمله على الفعل المساعد جوه الجمله ما لقيتش، بس بصيت للفعل لقيته بلايز، فعل في اخره اس اهو يا مستر، يبقى على طول اسال بداز. حلو، اعمل ايه بقى؟ هتنزل الجمله زي ما هي، ادي داز هي، بس خلي بالك بقى لازم ترجعه بلاي مصدر. ليه يا مستر؟ قال لك لان دو وداز وديد اللي احنا كتبناهم دول قالوا احنا لما نستخدم في السؤال لازم ترجع الفعل ورانا الى المصدر، يعني بدون اي اضافات. لما بستخدمهم في السؤال بخلي الفعل وراهم يرجع للمصدر بدون اي اضافات. يبقى does he play football؟ اوعى تقول plays، does he play football؟ تمام. طيب تعالى نشوف جمله تاني. لما يجي مثلا يقول لي yes I go to school by bus، I go to school by bus، أنا أذهب إلى المدرسة by bus بالأتوبيس. تعال نشوف نعمل إزاي سؤال. المستر قال عادي جدا بنمشي يس وبندور هنا على الفعل المساعد ما لقيناش، يبقى هجيب دو أو does أو did. بص على الفعل الأصلي كده، جو فعل في المصدر، يبقى هنسأل عليه بدو. I بتتحول إلى يو، يبقى do you go
to school. Do you go to school by bus؟ لأن اي دايما يا شباب لازم نحولها إلى يو. اي أو وي أما تلاقيهم في جملتك وهتعمل سؤال تحولهم إلى يو في السؤال، في الإجابة ترجعهم تاني إلى اي أو وي. طيب تعال نشوف مثال آخر. أما يجيب لي مثلا جملة زي دي كده أهو، يقول لي yes she bought a car yesterday. أيوة هي اشترت سيارة بالأمس. عاوز أعمل سؤال عليها. المستر قال ماشي يس أو نو. حلو. وهدور على الفعل المساعد مش لاقي، بس لقيت هنا الفعل يا شباب اسمه بوت، فعل في الماضي، يبقى هسأل عليه بكلمة did. يبقى المفروض أقول did she، بس المستر قال رجع للمصدر، يبقى did she buy a car yesterday؟ هل هي اشترت سيارة بالأمس؟ يبقى أنت كده عملت سؤال في حالة عدم وجود فعل مساعد. أنت جبت دو، أنت جبت does، أنت جبت did. دو مع المصدر، وdoes مع الفعل اللي بينتهي بإس، ودid مع الفعل اللي هو جاي في الماضي. بس لما تستخدم دو وdoes ودid لازم تستخدم الفعل في المصدر مرة أخرى. طيب يا مستر طب معلش بقى، أما يجيب لي الجملة زي دي يقول لي yes she has bought a car. Yes she has bought a car، يعني أيوة هي اشترت سيارة. أنا عاوز أعمل سؤال يا مستر، ده سؤال سهل ومباشر. هنمشي يس وهندور هنا على فعل مساعد. طبعا لقينا هاز أهي جاي وراها تصريف ثالث. أهم شيء إن يبقى وراها الباست بارتيسيبل، يبقى هي هاز هنا الفعل المساعد. هبدأ بهاز الأول، يبقى هقول هاز she bought a car. يا مستر ثانية، انت مش قلت لي رجع المصدر؟ لا، رجع المصدر مع دو وداز وديد بس، انما هاز وهاف لازم عايزين وراهم تصريف ثالث. يبقى هاز شي بوت ا كار. تمام. طيب مين بقى الولد الشاطر اللي يعمل لي السؤال ده؟ يس شي هاز ا كار. واحد هيقول لي يا مستر دي سهلة. اتفضل. هنمشي يس وهندور على الفعل المساعد. الفعل المساعد هذا مستر خطأ. ليه؟ قال لك هاز بتبقى فعل مساعد اما يجي وراها تصريف ثالث، وهاف بتبقى فعل مساعد اما يجي وراها تصريف ثالث، وهاد بتبقى فعل مساعد لازم يجي وراها تصريف ثالث. الله، طب يا مستر هنا هاز مش جاي وراها تصريف ثالث، يبقى هاز فعل اصلي. هنا بقى فعل اصلي اخره اس، اسأل عليه بداز. هاف من غير تصريف ثالث اسأل عليه بدو. هاد في الماضي اسأل عليه بدد. خلي بال حضرتك من اللقطة دي. هاز وهاف وهاد لما تلاقي وراهم تصريف ثالث هم فعل مساعد، اسأل بهاز واسأل بهاف واسأل بهاد. انما هاز وهاف وهاد ما جاش وراهم تصريف ثالث يبقى ده فعل اصلي. تسأل على هاز بداز، تسأل على هاف بدو، تسأل على هاد بدد. طيب تعال نشوف الجملة دي. يس شي هاز ا كار. انا لقيت هاز موجوده في الجمله يا مستر اهي، مش وراها تصريف ثالث. اوعى تسال بهاز، هنسال بكلمه داز. يبقى داز وهنزل شي، والمستر قال اول ما ابدا بدو داز وديد انا عاوز بعدهم المصدر من هاز هاف. بالمناسبه الثلاثه دول كده المصدر منهم اسمه هاف، ده المصدر من الثلاثة هاف. يبقى does she have a car؟ يبقى انت كده عملت سؤال سليم. طيب تعالى بقى نحل على الجزئية دي مع بعض. ازاي نكون سؤال؟ yes سارة is at home. yes سارة is at home. ايوه سارة موجودة في المنزل. طيب احنا بنعمل ايه يا شباب؟ بنمشي yes. تمام. وبندور على الفعل المساعد. برافو عليك، انا سامع ناس بتقول از هي الفعل المساعد اهو. تمام، بدأنا بيه وهعمل مقص بين از وساره، يبقى از ساره. واحد يقول لي يا مستر طب ما احول ساره الى شي. لا بلاش، استخدم الاسم زي ما هو. از ساره at home؟ هل ساره موجوده في المنزل؟ انت كده عملت سؤال صح جدا. طيب عايز حد يحول معايا الجمله رقم 2. no the students aren't late. احنا بنمشي نو ونوت، ما بنمشيش نو لوحدها. نو قالت انا ما بمشيش لوحدي، تاخد معايا كده كلمه نوت وانا ماشيه. اصبح الفعل المساعد هو هنا كلمه ايه يا شباب؟ كلمه ار. يبقى ار the students
late. هل الطلاب متأخرين؟ No my sister isn't a good swimmer. هنمشي no وهنمشي not. أصبح الفعل المساعد اسمه is. تمام. أصبح هنا الفعل المساعد is، يبقى هقول is my sister بتتحول إلى your sister. يبقى is your sister a good swimmer؟ هل أختك سباح جيد؟ أنا عايزك بقى تخلي لي بالك معايا من اللي حصل. عملنا إيه يا شباب بقى؟ أول ما نلاقي ماي لازم دي تتحول إلى يور. أول ما ألاقي أي أو وي أحولها إلى يو. دي كده قاعدة لازم تخلي بالك منها. ماي في الجملة تحولها إلى يور. شوف أهو is your sister a good swimmer. ليه يا مستر جت منين يور دي؟ جت من كلمة إيه؟ جت من كلمة ماي. طيب كده إحنا خلصنا النوع الأول اللي بادئ بالفعل المساعد. تعال بقى نشوف دلوقتي النوع الثاني اللي بادئ بأداة استفهام وما عنديش بقى يس ونو في الجملة. أتعامل إزاي؟ دلوقتي بقى هندخل على النوع الثاني اللي هو طريقة أداة الاستفهام. مش هلاقي في جملتي لا يس ولا نو. يعني مثلا هتلاقي واحد بيقول I bought a car yesterday. هنا مفيش يس ونو. واحد يقول لي يا مستر بقى هسأل بدد عشان بوت هنا في الماضي. لا، اوعى تبدأ بفعل مساعد إلا لما تلاقي يس ونو في الأول. طيب أنا ما لقيتش يا مستر لا يس ولا نو. أعمل إيه؟ بص بقى معايا. أنت كده في اللحظة دي لازم هتبدأ بطريقة اسمها طريقة أداة الاستفهام. إيه بقى أدوات الاستفهام بقى المتاحة قدام حضرتك؟ كتير. أدوات الاستفهام دي لازم تعرف معانيها. في عندي أداة استفهام اسمها ما أو ماذا، ودي اسمها وات. وفي عندي أداة استفهام اسمها أين وير. وفي عندي أداة استفهام اسمها متى when. وفي عندي أداة استفهام اسمها لماذا why. وفي عندي أداة استفهام اسمها كيف how. وفي عندي أداة استفهام اسمها من who. وفي عندي أداة استفهام اسمها أي أو أيهما which. وفي عندي أداة استفهام اسمها كم عدد how many. وفي عندي أداة استفهام كم كمية أو ما ثمن اسمها how much. وفي عندي أداة استفهام اسمها كم مرة اسمها how often. وفي أدوات استفهام يا شباب كتير، دول الأكتر اللي أنت هتستخدمه. أنا عايزك قبل ما تحل الجملة لازم تعرف معانيهم. عرفت معانيهم هتعرف تكون السؤال صح. ما عرفتش معانيهم أنت مش هتعرف تكون السؤال صح. طب يا مستر أنا عرفت معانيهم، عرفت إن وات معناها ما أو ماذا، وير أين، وين متى، واي لماذا، هاو كيف، هو من، which أي أو أيهما، هاو ميني كم عدد، هاو ماتش كم الكمية أو ما ثمن، وهاو أوفن يا شباب اللي هي معناها كم مرة. طيب أنا دلوقتي بقى يا مستر إزاي أعرف أعمل سؤال؟ اسمع بقى معايا بقى. ترجم الجملة اللي عندك باللغة العربية واعمل السؤال بالعربي. شوف سهلة إزاي؟ I bought a car yesterday. أنا اشتريت سيارة بالأمس. أنت هنا ممكن تعمل سؤالين مش سؤال. واحد بيقول أنا اشتريت سيارة بالأمس، أقول له ماذا اشتريت بالأمس؟ ماذا؟ what. ممكن أقول له متى أنت اشتريت سيارة؟ متى يعني when. بس أما تعمل السؤال طير الإجابة اللي هتمشيها علشان أداة الاستفهام ما ينفعش تيجي مع الإجابة. إزاي؟ يعني مثلا بقول I bought a car yesterday. أنا اشتريت سيارة بالأمس. عايز أسأل بماذا؟ يبقى ماذا أنت اشتريت بالأمس. يبقى هطير كلمة سيارة. ما ينفعش أقول ماذا أنت اشتريت سيارة بالأمس. لا غلط. ماذا أنت اشتريت بالأمس؟ الإجابة سيارة. يبقى وات. آدي أداة الاستفهام. خلاص الحمد لله ربنا وفقني وجبت أداة الاستفهام. دايما أي أداة استفهام يا شباب، أي أداة استفهام لازم تحط وراها فعل مساعد. واحنا خلاص عرفنا لقطة الفعل المساعد في الصفحة اللي فاتت، إنه بيبقى فيه فعل مساعد مرئي أو ظاهر
وفي غير مرئي او غير ظاهر، يعني انا بجيب دو وداز وديد. دور هنا كده على فعل مساعد في الجمله. مفيش يا مستر لا ام ولا از ولا ار ولا وز ولا وير ولا كان ولا كود ولا ويل ولا وود ولا شال ولا شود ولا مي ولا ماست ولا هاز وهاف وهاف وهاز وهاد والتصريف الثالث. مفيش. اذا تدخل على طول على الخانه الثانيه، الفعل المساعد هنا غير مرئي. بص كده على الفعل ده، بوت، الله ده فعل ماضي يا مستر، يبقى هنجيب احنا الفعل المساعد ديد. حلو جدا. اي المستر قال حولها الى يو، يبقى وات ديد، جبنا ديد دي علشان ده لقيناه ماضي. وات ديد يو. طب ديد قالت انا عاوزه المصدر، رجعوا لي المصدر، يبقى وات ديد يو باي يسترداي، ماذا انت اشتريت بالامس. يبقى انت كده عملت سؤال صح الصح. طب يا مستر انت قلت ان انا ممكن اسال بطريقه تانية. I bought a car yesterday، أنا اشتريت سيارة بالأمس. ممكن أسأل أقول متى أنت اشتريت السيارة؟ الإجابة بالأمس. متى يعني وين؟ آدي أداة الاستفهام، ربنا وفقني وجبتها متى. بقى هطير يستر دي بقى. متى أنت اشتريت السيارة بالأمس؟ المستر قال بعد أداة الاستفهام لازم تحط لي فعل مساعد. طب ما فيش فعل مساعد، لا ام ولا از ولا ار ولا وز ولا وير ولا كان ولا كود ولا ويل ولا وود ولا شال ولا شود ولا مي ولا مايت ولا ماست ولا هاس وهاف التصريف الثالث مفيش. اذا هجيب دو وداز وديد. بوت فعل في الماضي صح، ديد. اي بعد فعل مساعد لازم نجيب الفاعل بقى اللي هو كان اول الجمله. اي بتتحول الى يو، بعد كده ديد عاوزه المصدر، رجع لي المصدر، يبقى وين ديد يو باي ا كار، متى انت اشتريت السياره؟ الاجابه بالامس. يبقى انت كده عملت سؤالين من جمله واحده بالعربي. انا عملت السؤال بالعربي وقدرت اوصل للاجابه بمساعده اللغه العربيه. طيب عاوز حد يعمل لي السؤال ده. اما يجيب لي مثلا جمله يقول لي she gets up، مفيش بقى يس ولا نو. she gets up at 7 o'clock، هي بتستيقظ الساعه 7. عاوز اعمل سؤال يا شباب. هي بتستيقظ الساعه 7، اعمل سؤال ازاي؟ همشي طبعا الاجابه. لازم الاول اتوفق في اداه الاستفهام. بقول هي بتستيقظ الساعه 7، هل يا ترى اقول ماذا؟ هل يا ترى اقول اين؟ هل يا ترى اقول كيف؟ لا طبعا، بقول هي بتصحى الساعه 7. متى هي تستيقظ؟ متى يعني وين، متى معناها وين. حلو قوي. يبقى مش هينفع اقول متى هي تستيقظ الساعه 7، خلاص دي الاجابه، طالما اداه الاستفهام نزلت الاجابه تطير تجري. متى هي تستيقظ. دور بقى بعد اداه الاستفهام احنا عاوزين فعل مساعد. فين الفعل المساعد يا مستر هنا؟ دور كده، مفيش ولا فعل مساعد مرئي. هات دو وداز وديد. احنا قلنا بنبص على الفعل اللي هو موجود في الجمله، طالما اخره اس هتستخدم داز اللي اخرها اس، افتكر دي. لو لقيته مصدر هتستخدم دو، لو لقيته في الماضي هتستخدم ديد. يبقى وين داز. اللي بعد كده بيجي الفاعل، يبقى وين داز شي، وبعد كده يا شباب هنقول get up. when does she get up؟ متى هي تستيقظ. جبت ليه؟ لان احنا اتفقنا اتفاق رجاله دو وداز وديد عاوزين وراهم الفعل في المصدر. طيب نشوف مثال تاني. طيب اما يديني مثلا جمله زي دي يقول لي I go to school، I go to school by bus، انا اذهب الى المدرسه بالاتوبيس. طبعا مش هينفع نسأل بأي فعل مساعد، لازم أدور على أداة الاستفهام، وأدوات الاستفهام زي ما قلنا كتير جدا. أنا بحصل على أداة الاستفهام باللغة العربية. أنا أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس، يبقى كيف أنت تذهب إلى المدرسة؟ كيف دي يعني هاو، آدي كده أداة الاستفهام أهي. كيف يعني هاو، ودي أداة استفهام. لازم أول ما أداة الاستفهام تيجي الإجابة تجري. يبقى كيف أنت تذهب إلى المدرسة؟ باي باص دي هقول لها اتكل على الله معلش. طيب هندور بقى بعد أداة الاستفهام، احنا عاوزين يا شباب فعل مساعد. عاوزين فعل مساعد. أنا أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. دور كده هنا على فعل مساعد في الجملة المتبقية. لا مفيش يا مستر. إذا دو وداز وديد هما السلاح والأساس اللي أنا هستخدمه. جو فعل في المصدر، يبقى هنستخدم دو. بعد كده بنجيب الفاعل اللي هو اول كلمه في الجمله، لقيناها اي. المستر قال اي لازم تتحول الى يو في السؤال، يبقى هاو دو يو هننزل المصدر جو تو سكول، كيف انت تذهب الى المدرسه. يبقى الاجابه باي باص هي الاجابه. طيب
اما يجيب لي برضو مثال تاني، اما يجي يقول لي she went to hospital، هي ذهبت الى المستشفى because she was ill. because she was ill لانها كانت مريضة. عاوز اعمل سؤال، نقول هي ذهبت الى المستشفى لانها كانت مريضة، يبقى لماذا هي ذهبت الى المستشفى؟ الاجابة من اول because. اول ما تلاقي because مشيها هي واللي وراه واسأل بكلمة لماذا يعني واي. لماذا يعني واي، لماذا هي ذهبت إلى المستشفى؟ آدي جبنا أداة الاستفهام. هندور على الفعل المساعد. يا مستر أنا لقيت went ماضية، يبقى هنستخدم did. بعد كده هنجيب الفاعل اللي هو أول كلمة في الجملة، يبقى how did she. بعد كده هنجيب المصدر اللي هو go، يبقى how did she go to hospital. يبقى السؤال هيبقى why did she go to hospital؟ لماذا هي تذهب أو ذهبت إلى المستشفى؟ لأنها كانت إيه؟ لأنها كانت مريضة. تعال نحل على جزئية السؤال اللي بادئ بأداة استفهام دي يا أبطال. تعال نشوف السؤال الأول، بيقول لك I live in الأقصر، أنا بعيش في الأقصر. واحد بيكلم التاني، الأولاني سأل سؤال، التاني قال له أنا أعيش في الأقصر. يبقى أين أنت تعيش؟ الإجابة طبعا في الأقصر دي همشيها. أين يعني where، هنجيب الفعل المساعد. الله لقينا live فعل في المصدر، يبقى هنقول do. المستر قال بتتحول إلى يو، يبقى where do you live؟ أين أنت تعيش؟ I will travel to Paris next week، أنا سوف أسافر إلى باريس الأسبوع القادم. يبقى أقول متى سوف تسافر إلى باريس؟ متى يعني وين؟ يبقى طبعا الإجابة الأسبوع القادم، ما ينفعش أقول لك متى سوف تسافر إلى باريس الأسبوع القادم. متى سوف تسافر إلى باريس؟ يبقى الإجابة next week تمشي. when الفعل المساعد will، when will I بتتحول إلى you، يبقى when will you travel؟ when will you travel to Paris؟ متى أنت تسافر إلى باريس؟ طبعا الفعل المساعد will ظاهر اهو، استخدمته زي ما هو، يبقى when will you travel to Paris. كده يا شباب احنا خلصنا ازاي نكون الأسئلة، سواء بطريقة الفعل المساعد سواء بطريقة أداة الاستفهام. وهنسيب لكم على البورد 3 جمل عاوزك تحلهم لوحدك يا بطل، تكتب لنا الحل في الكومنتس واحنا هنرد عليك نشوفك صح ولا غلط. بالتوفيق. وصلنا يا شباب لآخر محطة في الكورس التأسيسي للمرحلة الإعدادية، وهو How to write a paragraph. الباراجراف مشكلة عند ناس كتير، بس في شوية ستيبس، خطوات لو مشيت عليها هتكتب الباراجراف صح وهتاخد الدرجة النهائية. خليك معايا. أول حاجة عندنا يا شباب في كتابة الباراجراف إن أنا لازم المصحح يشوف حاجة اسمها topic sentence. توبيك سنتنس يعني ايه يا مستر؟ توبيك سنتنس يعني جملة افتتاحية. الجملة الافتتاحية دي بفتتح بيها الموضوع. بتمثل ايه الجملة الافتتاحية؟ الفكرة العامة للموضوع. يعني مثلا قال لك اكتب عن السياحة، اقول له Egypt has many places to visit. مصر فيها اماكن كتير ازورها. So tourists come to Egypt to enjoy our nature, to enjoy our country، عشان يستمتعوا بطبيعتنا، عشان يستمتعوا ببلدنا. دي كده جملة افتتاحية. أنا افتتحت الموضوع. يجي مثلا يقول لك اتكلم عن your best friend، تقول له I have many best friends، أنا عندي أصدقاء كتير جدا. نقطة. my best friend، الفكرة الأساسية بقى my best friend is أحمد. ماشي، يبقى أنت كده اديته جملة افتتاحية. بعد كده هندخل على حاجة اسمها supporting sentences. supporting sentences يعني اسمها جمل الدعم. بيسموها جمل الدعم ليه بقى؟ لأن أنا هنا بذكر أمثلة، بعمل توضيح، بذكر حقائق للجملة الافتتاحية. مش أنا قلت إن مصر فيها الكثير من الأماكن، أبدأ بقى أوضح
اذكر امثله. الاقصر فيها كذا وكذا وكذا، الجيزه فيها كذا وكذا وكذا، اسوان فيها كذا وكذا وكذا، شرم الشيخ، كل البلاد بقى اذكر الامثله هنا واوضح له قد ايه مصر مليانه اماكن سياحيه تزار. ماي بيست فريند اللي انا لسه مكلمك عليها من شويه، قلت لك اكتب باراجراف عن ماي بيست فريند. ممكن انت قلت I have a lot of friends but my best friend is احمد. اذكر بقى حقائق عن احمد. احمد is kind، احمد is friendly، he is so helpful، he مثلا goes with me everywhere. كل حاجه بقى انت بتكتبها عن صديقك احمد، تقول كل حاجه عايز تتكلم عنها عن احمد، اوصف شخصية احمد. يبقى الجمل الداعمة دي بتذكر فيها كل حاجة خاصة بالفكرة الرئيسية. بعد كده اخر حاجة بنكتبها حاجة اسمها concluding sentence، يعني اسمها جملة ختامية. جملة ختامية يعني بختصر فيها وبلخص فيها الموضوع في الاخر علشان الراجل يفهم كده ان كل اللي انا قلته فوق اديتك ملخص ليه، وبيسموها جمل ختامية او توضيحية. بتعمل سمرايز، بتعمل ملخص علشان كل القارئ يفهم ان انت ماشي بالتسلسل بالشكل ده. عملت له جمله افتتاحيه وبعد كده ذكرت له الدعم، انت دعمت الفكره اللي انت قلتها فوق، وفي الاخر كتبت جمله ختاميه. تعال نشوف مثال على الموضوع ده مع بعض. بيقول لك هنا تخيل انك هتقوم بكتابه فقره عن صديقك المفضل your best friend. اول حاجه بنكتبها ايه؟ فاكر؟ اسمها topic sentence. topic sentence اسمها الجمله الرئيسيه او الجمله الافتتاحيه. بتوضح الجمله الافتتاحيه الفكره الرئيسيه للفقره. بتجيب الفكره الرئيسيه للفقره، الفكره الرئيسيه للفقره your best friend، بس انت طبعا هتقول my best friend، اي انها توضح ما تدور حوله وتحاول جذب انتباه القارئ حتى يرغب في المواصله. طب بص ازاي هتقول I have a lot of friends، انا عندي اصدقاء كتير، but my best friend is called حمزه، ولكن صديقي المفضل هو حمزه. بعد كده تاني حاجه supporting sentences، بيسموها جمل الداعمه او جمل الدعم. دي بقى بتستخدم في ايه؟ تستخدم لتطوير الجمله الافتتاحيه. بمعنى اخر تقدم مزيد من المعلومات حول جمله الموضوع الرئيسيه، يعني اديني معلومات عن يور بيست فريند ده. كما انك تقدم في الجمل الداعمه الحقائق والاحصائيات والتفاصيل والامثله. اذكر كل حاجه عايز تقولها عن صديقك المفضل ده. انا قلت فوق I have a lot of friends but my best friend is called حمزه. شوف بقى هذكر بقى كل التفاصيل عن حمزه. حمزه lives near، عايش بالقرب مني. his house is only a 10-minute walk، بيته على بعد مسافة 10 دقائق مشي from my place، من منزلي. we both، احنا الاتنين go to the same school، بنروح نفس المدرسة. we often go to each other's house to study، بنزور بعضنا في البيوت عشان نقعد نذاكر مع بعض. حمزة is very kind، شفت بقى أنا بذكر بقى حقائق عن حمزة. and helpful، ومعاون. he always asks about me if I am sick، بيسأل عني لو أنا مريض. and don't go to school، وفي حالة إن أنا ما بروحش المدرسة بيسأل عني. when he is absent، أما هو بيبقى غايب I do the same، بعمل نفس الشيء وبسأل عنه. we both have the same hobbies، إحنا الاتنين عندنا هوايات واحدة، سكر اللي هي كرة القدم and swimming واللي هي السباحة. we meet at the pool، بنتقابل في حمام السباحة every Saturday and Sunday، كل يوم سبت كل يوم حد afternoon، بعد الظهر. when we are together، عندما نكون معا we are always happy، دائما بنكون سعداء. يبقى ده كده كله ده دعم لصديقي المفضل حمزة، بدعم هو ليه أفضل أصدقائي. آخر حاجة بنكتبها الكونكلودينج سنتنس اللي هي الجملة الختامية. قلنا الجملة الختامية هي الجملة الأخيرة في الفقرة، عادة ما تعيد صياغة الجملة الافتتاحية بكلمات مختلفة وتلخص النقاط الرئيسية للفقرة. طيب أقول تو كونكلود وختاما، أنا عاوزك تكتب لي الجملة دي في أي باراجراف. وختاما ماشي. best friends make life more fun، الأصدقاء بيجعلوا الحياة ممتعة. and exciting، ومثيرة because you can do things together، لأنكم تقدروا تعملوا انتوا الاتنين أشياء معا. and have someone to share your hobbies with،
ويبقى عندك حد تتشارك معاه هواياتك. دي افضل طريقه لكتابه الباراجراف. تعمل الاول جمله افتتاحيه تذكر العنوان في عندك، تقوله مره تانية، قول انا عندي اصدقاء كتير I have many friends but my best friend is فلان الفلاني، وتديني بقى حقائق عن فلان ده. وبعد كده تذكر بقى هو ليه افضل صديق عندك، او ايه فايدة الصداقة، ملخص للموضوع كله. كده انت تعرف تكتب باراجراف بشكل صحيح. عاوزك بقى تكتب لي الباراجراف ده عن العنوان الآتي وتبعت لنا عنه ان شاء الله على الصفحة. Write a paragraph of about 80 words my daily routine، الروتين اليومي بتاعي. واللي بقى ان انا هنا عندي fixed routine، عندي روتين محدد. every day I do my daily routine، ادي دي الجملة الافتتاحية. ابدأ بقى على طول في جمل الدعم، انا بعمل ايه من اول ما اصحى لحد ما انام. وفي الاخر اوصف لي كده، قول لي ان الروتين اليومي تو كونكلود، وختاما الروتين اليومي is very helpful، ده مفيد، makes me happy، makes me organized، يعني منظم. قول لي بقى ملخص كده ايه اللي خلاك تختار الروتين اليومي. هستنى الباراجراف بتاعك ان شاء الله على الصفحة، وباذن الله هنقول لك هو صح ولا غلط. بالتوفيق يا شباب.